كنت عارف ان الشركات اللي بتعمل الحاجات اللي مكتوب عليها لايت او دايت او خالي من السكر هي شركات عايزة تبيع مش عايزاك تخس؟ وحضرتك بتشرب مقلب كبير انك تدخل على السوبر ماركت وتمسك السبت تملاه من كل الرف اللي مكتوب عليه دايت لايت خالي من السكر وانت مطمن، وحضرتك واخد مقلب كبير. البسكوت ممكن يكون فعلا خالي من السكر، لكن ممكن يكون فيه حاجة اسمها زيوت مهدرجة، والعصير اللي بدون سكر فيه مواد تانية بتعلي لك الانسولين وبتجوعك اكتر. بتدفع ضعف الثمن في حاجات بتعطل حرقك وتسأل نفسك هو انا ليه ما بخسش؟ عشان كده الافضل ان احنا نرجع للاصل، نرجع للحاجات اللي ربنا خلقها، مش الحاجات اللي متغلفة في اكياس. اتعلم تقرأ المكونات اللي موجودة ورا وبخط صغنن، مش الحاجات اللي مكتوبة بخط عريض وموجودة في وشك طول الوقت. عشان كده اكتر حاجة بعلمها للناس اللي بيتابعوا معايا ازاي تشتري الحاجات اللايت صح. تابعني علشان اعلمهم لك انت كمان.